أكثر الرسائل اللي وصلتني البارحة من الهلاليين كانت تتكلم على موضوع: يا عامر أنت متحمس مع العين وبارد مع الهلال. أخوي هذه مسألة واضحة، أنا ما راح أفرح إنك تفوز على فريق بلدي منتخبي أو نادي، وأنت تعرف تاريخ عامر معاك في أي شيء، أنت مو ضد فريق عربي أو شقيق أو اليوتيوب موجود. مباراة الاستقلال الإيراني اللي أقيمت في أبو ظبي مشهودة، ومن اللي كان يعني مسوي الحملة والدعم، ونواف بن ساعد طلع في سناب مين وتكلم. ما راح أبرر لكم ولا راح أقول لكم، اللي يبغى يصدق يصدق، اللي ما يبغى يصدق برايه. لكن أنا أبغى أقول أنت نواف بن ساعد طلع في سناب مين. ترى احنا ما نعاتب معلق سعودي أبدا، مع أن احنا زملاء ترى، ونتناقش أن مع الهلال مع النصر والعين لما يسجل، أو ترى احنا منع، وفريق اماراتي اخر يسجل ما يتفاعل معاه، يوصف الهدف، نعم لا يسيء للفريق، نعم لا ينتقص منه، حقه خصوصا اذا كان في قناه سعوديه وانا في قناه اماراتيه واماراتي. ولا اكذب عليك، نعرف ان الترند عندكم والعدد الاكبر عندكم في قناه سعوديه، يعني المصلحه حق الترند والسوالف هذه عندكم، بس انا ما اكذب عليكم، ما أتجمل في شيء، أنا مع بلدي، يعني مع أندية الإمارات، مع منتخب الإمارات. هذه المسألة من بداية التعليق إلى اليوم مش جديدة أبدا، مع أندية الإمارات. ولا راح أكذب عليك أقول لك أتمناك تفوز على فريقي أبدا. أنا بعطيكم سالفة بس يمكن في جيل ما حضرها. ولا راح أكذب عليك، تذكرون مباراة السعودية وإيران اللي في أزادي اللي حضرها أحمد نجاد؟ يوم أقول أنا السعودية فخر العرب اللي قلبوها نور نايف تذكرون غازي أسامة هوساوي، المباراة الشهيرة اللي حضرها 100,000 وكان نيشيمورا يديرها وظلم السعودية في الشوط الأول؟ حوالي 13 إلى 14 جريدة سعودية كتبت عن عامر عناوين يعني ما انكتبت في حياتي. وبعد 4 جريدة سعودية، أيام كانت بتلعب السعودية مع الإمارات في السعودية، والإمارات خارج التصفيات، والسعودية محتاجة نقاط المباراة، وسوت صحيفة الرياض، أيام كانت القضية السعودية اللي عنده العدد يطلعه. وأنا قبل الترند وسوالف الترند والسوشيال ميديا، ما في أحد غير كم عمود كتب كلام كبير، برامج تكلمت، كلها إشادة ولله الحمد، لأني أنا مع السعودية بكل تأكيد، مش مع إيران. وندندن طبول الحرب دندنا. المهم ما انشيت كيف ستعلق يا عامر الإمارات والسعودية بعد الجماهيرية الجارفة في السعودية. قلت العنوان التالي: أعتز بكل محب وعاشق سعودي، ولكن عليهم ألا ينسوا أني إماراتي، ولن أفرح بخسارة منتخب بلادي. هذا هو عامر على وضع النقع، ما عندي لا تمثيل ولا كذب ولا تزييف، بإذن الله دائما وأبدا.